عن تفاصيل علاقتها بزوجها موديل أمين بطريقة لطيفة من خلال الإجابة على 14 سؤال بطريقة الإشارات وتعبيرات الوجه بينها وبين زوجها فقط. وظهرت الدكتورة خلود وموديل أمين في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة سناب شات، وهي تجيب على الأسئلة والتي بدأت حول من يقوم بالاعتذار أولا، ليشير الثنائي إلى أمين الغباشي، بينما أشار معا إلى أن الدكتورة خلود ردا على سؤال من يضحك أكثر. وأوضح الثنائي أن أمين الغباشي أكثر رومانسية من الدكتورة خلود، بينما اختلف معا حول من الذي يتمتع بالصبر أكثر من الثاني، حيث اعتقد كل منهما أن الأكثر صبرا. واعترف الثنائي أن الدكتورة خلود تقوم بالطبخ أفضل، وأنها أول من اعترف بالحب، وكذلك هي من تستغرق وقتا طويلا من أجل تجهيز نفسها للخروج، بينما يعتبر أمين الغباشي هو من يستيقظ صباحا بمزاج سيء للغاية. وأكد أمين الغباشي أن زوجته الدكتورة خلود الأكثر عندا في علاقتهما معا، بينما أشار الثنائي عليه ردا على سؤال من يتحول إلى طفل عندما يمرض. وتعجب أمين الغباشي من رد زوجته على سؤال من اجتماعي أكثر بعد أن أشارت إلى نفسها، بينما هو أشار إلى نفسه. وردا على سؤال من الأكثر عشوائية، اختلف الثنائي فيها أيضا، ولكنهم اتفقا معا على أن موديل أمين هو الأكثر اهتماما بممارسة الرياضة، بينما تحب هي تناول الطعام. وفي النهاية عبر كل منهما بطريقة طريفة على سؤال من يحتاج للاهتمام أكثر، لأن كل منهما أشار لنفسه بتعبيرات وجه طريفة. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الدكتورة خلود مع طريقة رد الثنائي على الأسئلة، حيث كشفت تعليقات عن إعجاب البعض بمعرفة كل منهما بالثاني جيدا، وهو ما يعد دليلا على قوة علاقتهما. وأشاد البعض بحب الثنائي لبعضهما البعض، وتمنوا لهم استمرار السعادة بين أبنائهم. وحرصت الدكتورة خلود على كشف تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها،